السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بأحسن حال. ان شاء الله راجعين بعد غيبة طويلة، وان شاء الله نعمل فيديوهات نستمر مع بعض ونعمل سلسلة كده مميزة الفترة الجاية. فيديو النهاردة هو مشتريات مكانها كان تحت السرير. حرفيا هو كان تحت السرير. كل الحاجات اللي كانت موجودة ما استخدمتهاش وفعلا شلتها. فالهدف من الفيديو ده انك تحاولي تتجنبي الحاجات دي علشان ما تدفعيش فلوس كتير، علشان ما يكونش عندك حاجات كتيرة ما بتستخدمهاش وزحمة الدنيا عندك. الحاجات دي موجودة كده من أول الفرش من وقت الفرح ولحد الآن زي ما هي، بس بفتح أنضف الحاجات دي وبشيلها، وهما بيفرشوا كانت حاجات زيادة فبدأوا ان هما يحطوها تحت السرير وكده. هنشيل كل حاجة وننضف المكان كويس. أكنس الأرضية وبمسحها وبنضفها كويس واستنى لما تنشف، وبعد كده ببدأ أرص الحاجات اللي موجودة دي اللي أنا مش هستخدمها. اول كرتونة معانا كده كان متشال فيها باقي طقم الصيني. انا الطقم بتاعي كان 82 قطعة، وانا ما عملتش نيش ولكن حطيته في المطبخ وبستخدمه. فباقي الحاجات اللي كانت زيادة وكان تقيل على المطبخ وكده فكنا شايلينه. الطقم ده كان 12 قطعة من كل حجم طبق، فانا كنت مطلعه نصه 6 وشايلة 6. ومن الحاجات اللي انا ما عملتهاش وما ندمتش عليها خالص هو النيش، وكان حاجة حلوة ان انا ما اعملش نيش وكده يعني. تاني حاجة طقم القهوة ده، هو طقم كده شكله رمضاني شوية فمحسيتش ان هو مناسب لكل الاوقات، وكمان كان عندي اطقم تاني بديلة ليه. واطباق المهلبية او الحلويات دي انا كنت جايبة منها كميات، على اساس ان هيبقى عندي عزومات كتيرة وهيبقى عندي افراد كتيرة واشكال مختلفة والكلام ده. ولكن طقم الخشاف بيكفي جدا، حتى لو عندك ضيوف بيكون عددهم مش زيادة مش زي بيت العيلة. دي كده كانت اول كرتونة. تاني كرتونة معانا وهي هنحط فيها كده طقم الاطباق الحلويات، والطقم ده كان 19 قطعة وفي احجام مختلفة. وهو الحلو مناسب لو بيت عيلة بيجددوا وكده، ولكن انتي كعروسة لأ مش مناسب ليكي. في حاجات احسن من كده، وبيكون عندك اطباق بديلة زي الصيني والاركوبايركس والحاجات دي، فهتكون حلوة معاكي الحلويات. لكن الطقم ده مش حلو ليكي كعروسة. شوفوا في أحجام أطباق، حجم كبير وحجم صغير وبولات. هو حلو كبيت عيلة أو حد يعني بقى له فترة، لكن أنتِ كعروسة لأ مش هتستخدميه دلوقتي، ممكن يكون قدّام شوية. فده من الحاجات برضه اللي ما انصحكيش بيه كعروسة إن أنتِ تجيبيه، هياخد منِّك مساحة، وهو سعره ما كانش غالي، ولكن الحجم والمكان بتاعه مش هتستفادي بيه، فأنتِ فلوسه ممكن تجيبي بيه شوية رفايح تاني أو كده. بُص ده حجم كده أصغر من الأولاني. بعد كده الكرتونة دي فيها شوية بلاستيكات كده، ممكن نكون بنستخدمها أو فرحانين بيها وإحنا بنجيبها والكلام ده، ولكن هي فعلًا البلاستيكات قللي منها على قد ما تقدري، لإنها بتزحم الدنيا جدًا وبتبقى مش حلوة معاكِ. دي بولة كبيرة ودي كده مصفة رز في منها 2 قطعتين فوق بعض للغسل والتصفية، ودي بولات كده للبسبوسة، للكيكات، الحاجات دي. هي حلوة وخاماتها كويسة، ولكن مساحتها بتاخد مساحات كبيرة، فبولة أو 2 يكفي جدًا. لكن كل البلاستيكات دي بتضايقِك جدًا في المطبخ وتبقى عاملة كركبة. دي برضه كانت وصفة رز أو مكرونة، وبولات كده. أنا كنت حاباها خاماتها وكده، بس ما حبيتهاش في الاستخدام وما استخدمتهاش أصلًا. والمصافي دي للعصير، والدورق، الحاجات دي مش هاستخدمها. برضه المصفات دي ما اعرفش أنا ليه كنت جايبة كذا نوع من المصافي الرز، أنا باستخدم واحدة كده صغيرة هاوريها لكم، وحلوة جدًا وعملية معايا وبتشتغل معايا كويسة جدًا.
والعصارة والاطباق الفاكهة البلاستيك والحاجات دي فعلا مش هتستخدميها. ودي علب كده علشان البواقي الاكل اللي في التلاجة او الجبن او الحاجات دي. ودي الثباتات دي انا كنت جايباها بس كان الوانها مختلفة، فطلعت لون واحد بس بستخدمه والباقي كله شايلاه. ف تالت نصيحة معانا النهاردة ان احنا نقلل البلاستيكات على قد ما نقدر، لان فعلا بتتكلف فلوس كتيرة وبتزحم الدنيا ومش بنشتغل بيها. واطقم التوابل الصغيرة والبلاستيكات دي بلاش منها خالص، مش حلوة ليكي كعروسة ومش هتستخدميها وتبقى مكانها مش كويس وزحمة الدنيا معاكي. دي كده المقشرة دي كانت خامتها وحشة، فما حسيتهاش برضو ان هي عملية فاستغنيت عنها. الاطباق دي برضو بتاع الاطفال او اطباق بلاستيك، معرفش انا جبتها ليه، كانت اطباق بغطا كنت عاملة ان هي تحط فيها الجبن وبواقي الفطار والحاجات كده في التلاجة، بس لقيت اني بتاخد مساحة وكده. والافضل منها الطقم البايركس الازاز بتاع التلاجة ده كان احسن بكتير وبستخدمه حلو معايا. رابع كرتونة معانا كده هنشيل باقي الثباتات والدورك ده والحاجات دي معرفش ليه مش هتستخدميها خالص، استغني عنها تماما. يكفي 2 شفافين هيكونوا كويس معاكي. الاطباق الملامين او الاطباق الفرادي اللي بتتباع بالملامين ده بلاش، لو انتي جايبة طقم يبقى ما تجيبهاش مش هتستخدميها. لو انتي بقى هتكوني طقم لوحدك تمام، لكن لو انتي جايبة طقم يبقى بلاش منه خالص، فلوس وزحمة على الفاضي. الحاجات دي كان في منها برضو في الكرتونة التانية، وهي كتيرة معرفش كانوا 6 أو 9 تقريبا، هما كان كل 3 مع بعض طقم. فالكرتونة دي حاولت ان انا الم فيها كده باقي البلاستيكات، يعني شوفوا ممكن تحسوا ان هما خفاف ولكن بتاخد مساحات كبيرة. والاطباق الصغيرة دي اطباق اطفال كده كانت عندي هدايا في تحفيظ القرآن والحاجات دي، فكنت ببقى محتفظة بالحاجات دي وشايلاها لجهازي وكده. وطبق التسالي البلاستيك ده هو بصراحة حلو ولكن انا عندي واحد بديل ليه. بس يعني البلاستيكات ممكن تكون حلوة واستخداماتها كويسة، ولكن لو قطعة واحدة من كل نوع هيبقى افضل بكتير، وكمان قطعة حسب استخدامك ما تجيبيش حاجات كتيرة مختلفة. دي 5 كرتونة، ودي عبارة بقى عن اطباق ستانلس وحاجات كده. وطقم السكاكين ده كده خامته برضو ضئيلة، الأفضل الطقم الكبير أو سكاكين فرادي حسب استخدامك الأحجام اللي انتي عاوزاها. وطقم التوزيع الخشب ده برضو ما كانش أحسن حاجة، جايبة اللي هو الفرادي كان حلو عجبني. وده برضو دورك وكوبايات وحاجات كده بلاستيك مش حلوة دلوقتي، ممكن قدام شوية مع الأطفال تمام، ولكن وانتي عروسة لأ الحاجات دي مش هتستخدميها خالص. الاطباق الستانلس دي ماما كانت جايبالي منها كل الاحجام دي، كانت يعني كعادة عندنا في البلد كل العرايس بتجيب كده. والاطباق الالمونيا والحاجات دي ولكن ما استخدمتهاش خالص وما انصحش بيها حتى لو هي عادة عندكم، ولكن طالما مش هتستخدميها خلاص. بس كانت جايبالي منها كل الأحجام وأشكال بصراحة حلوة وكانت خامتها كويسة، ولكن كان عندي الميلامين والصيني والأركوبايركس فالحاجات دي ما استخدمتهاش. وكوباية الأطفال البلاستيك دي برضو حلوة ولكن تنفع مع الأطفال مش كعروسة خالص. كل البلاستيكات دي بقى خلاص بقى. تخيلوا بقى لو كل الحاجات دي محطوطة في المطبخ مع الحاجات الأساسية، المساحة تبقى عاملة ازاي والدنيا تبقى مكركبة عليكي ازاي وانتي بترتبي وبتعمل مواعين كتيرة ازاي. فالأفضل ان انتي تستغني عنها أصلا. والبلات البلاستيك دي واطباق كده، الاطباق دي انا حلوة استخدمتها مع بنتي حلوة خالص يعني للأطفال وكده، ولكن كعروسة لأ قدام شوية وممكن 1 أو 2 يكفي بكتير.
دورك البلاستيك ده برضه كان حلو، بس ما اعرفش أنا شيلته ليه، لإن مساحة المطبخ عندي مش كبيرة والحاجات كانت كتير. زي ما قُلت لكم الأطباق الstainless دي بتبقى عادة، ولكن الأفضل إن أنتِ ما تستخدميهاش، بتبقى يعني فلوس على الفاضي برضه، بيبقى عندِك البديل ليها، ودي كانت حاجة في زمن حاليًا ما بقِتش موجودة، وما بقيتيش تستخدميها. سادس كرتونة معانا، ودي كده أطباق حلويات برضه كان عاجبني شكلها، ودي برضه كانت من الحاجات اللي عندنا في البيت و وأنا حابة إنها تكون عندي، بس الحقيقة ما استخدمتهاش ومش هاستخدمها. وحاجات التوابل دي الصغيرة هي حلوة وعملية، ولكن طالما عندِك طقم وبتستخدمي فيه الحاجات خلاص يعني تجيبي حاجة واحدة، ما تجيبيش أنواع كتيرة أو حاجات كتيرة. ولكن ده كان خامته حلوة جدًا، بس كان مشكلتي إنه حجمه صغير شوية، بس حلو ما بياخدش مساحة وشكله حلو بصراحة. عندنا برضه من عادات البلد إن بنجيب طشت كبير كده من الألومنيوم، علشان خاطر بنحط فيه الحاجات اللي هي بنغسل فيه البطاطين أو الكلام ده في المواسم وكده، لو الناس ما عندهاش بانيو أو الكلام ده. بس دي كده كانت بعض المشتريات اللي إحنا أنصحكم إن أنتم ما تجيبوهاش، لإن استخدامها ضئيل جدًا وممكن ما تستخدموهاش خالص، فأنتِ ممكن الفلوس دي تشتري بيها حاجات تانية. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وshare للقناة،